السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بنتكلم على الموضوع اللي شاغل الرأي العام خصوصا في مصر. بنتكلم على موضوع غزة وتهجير الفلسطينيين من غزة. طبعا ولله الحمد. مصر عندها قيادة حكيمة وقيادة تقدر تنفذ أي شيء تتوقعه. فإحنا كمصريين مؤمنين بجيشنا إنه قادر على أي تحديات تتفرض عليه أو أي شيء يقدر يطلب منه ينفذه. أنا راجل كنت عسكري في الجيش وعارف قدرة الجيش كويس 100%. إن إحنا الحمد لله كجيش مصري كعسكري مصري ما فيش حاجة في دماغه اسمها خوف من أي عدو يجيله. ومثال بسيط يعني الحمد لله والشكر لله مصر قدرت تخرج جميع البؤر الإرهابية من جميع أنحاء مصر. كانت بؤر إرهابية مسلحة بجميع الأسلحة، وكانت متخفية في أماكن صعب الوصول إليه في سيناء. وأكيد كل الناس تعرف سيناء وما أدراك ما سيناء. فيها جبال وعرة، فيها مساحات، يعني سيناء يعني حاجة من الصعب إن أي دولة تاني كانت لمتها الموضوع ده لو عندي. فإحنا الحمد لله كمصريين فخورين بجيشنا أولا وبرئيس جمهوريتنا إنه ثابت على الكلمة اللي قالها لا للتهجير للفلسطينيين. إحنا الحمد لله ما بنكره أي شعب نهائيا، دي معروفة عن مصر. ولسه يعني الحمد لله مستمرين في أي حد يقعد يضيف على مصر على راسنا من فوق. لكن نحنا كمصر نخش في بند موافقة على التهجير من بلد عربية، يطلعوا ناسها وأهلها منيها ويرموهم، اسمها يرموهم، أنا بسميها يرموهم في مكان تاني. إحنا مصر مش يعني هيزيد علينا أهل غزة في حاجة. لا بالعكس، مصر تستوعب أهل غزة وتستوعب شعوب، بس مصر ما ينفعش تكون سبب أو طرف في إنها تبيع قضية فلسطين أو توافق على حاجة اسمها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لمكان تاني، سواء كان عندنا أو عند أي دولة، مع احترامي لجميع الدول. فإحنا يعني اللي إحنا شايفينه حاليا بحاصل لنا يعني تهديدات غير مباشرة في مصر، وحرب اقتصاد وحرب، يعني الحمد لله إن إحنا على كده واصلين مسكت لحد كده. ودايما اللي معاه ربنا عمره ما ينضام. الحمد لله وشكر لله. مصر مذكورة في القرآن الكريم ومذكورة في التوراة والإنجيل ومذكورة بكل شيء صريحة واضحة. فإحنا دايما بندعم الجيش الحمد لله والشكر لله، عشان ده ديش بلدني ودي بلدني. وكل من هو مصري قادر على إنه يحمل سلاح مستعد في أي لحظة يطلب فيها في بلده إنه يدافع عنها ويدافع عن شرف بلده ويدافع عن حرية بلده واستقرارها. هيضحي بنفسه، مش هيفكر في أي شيء تاني، ولا هيبقى في دماغه غير هدف واحد: النصر أو الشهادة. سينا لا تبقى ليني لن موت عليه. فده يعني أبسط حاجة نقدر نقدمها بلدنا اللي هي يعني سميت ادخلوا مصر آمنين. مش أنا اللي سميتها ولا أي حد اللي سماها، رب العالمين سماها. فتحياتي للجميع، ونتمنى من كل مصري ومن كل عربي شريف إنه يدعم القضية الفلسطينية حتى لو بكلمة، بأبسط شيء.
تحياتي لكم، في أمان الله وحفظه.